حالة طلاق كل دقيقتين. معلش استحملني دقيقتين واسمع مني الموضوع ده لأنه مهم جدا. حالة طلاق كل دقيقتين بتحصل في مصر. عنوان صادم. شفتوا الحلقة بتتكلم فيها الدكتورة أمل إبراهيم عن الزيادة الغير معتادة في حالات الطلاق آخر فترة. الموضوع يستاهل المشاركة بشكل توعوي لزيادة ترابط وتماسك الأسر المصرية، وخصوصا بعد الحرب الإعلامية اللي دايرة من زمان جدا بهدف هدم الأسر، وقدرت بالفعل تهدم ملايين الأسر. وملايين الأسر دول نتج عنهم أكتر من 9 مليون طفل معلقين بين أب وأم منفصلين. 9 مليون طفل ومراهق مش هيقدروا يعيشوا بالشكل الطبيعي اللي المفروض يعيشوا عليه عشان يبقوا نماذج ناجحة في المجتمع، وقليل جدا لو حد فيهم قدر يكمل طريقه من غير عقبات مادام الاستقرار مودع الأسرة أصلا من البداية. نسب الطلاق زادت عشان دور الأم بيتقتل كل فترة أكتر من الفترة اللي قبليها، سواء من أفلام سينما بتصور عيشة المطلقة والخاينة والخاين والديوس والديوسة في أبهى صورة، أو دراما بتصور نفس الصورة مع إضافة سموم درامية زيادة. وطبعا إلا قليل، لأن آخر سنتين شفنا بعض المسلسلات اللي تسوى تقلها دهب لأنها هادفة أكيد، وكذلك الإعلاميات اللي بتشجع الستات على التمرد على أزواجهم وجرجرتهم في المحاكم بلوك، وكذلك رسائل السوشيال ميديا المشفرة اللي سمعنا كتير قصص فيها أسر اتهدمت وبيوت اتخربت. وعشان نبقى ذكرنا كل الأبواب المسببة لهدم الأسرة، هناك الكثير والكثير من الجوازات اللي بتتم غصب عن العروسة أو العريس، والأسباب ما تتعدد، سواء بقى كان السبب طمع الأهل في فلوس العريس حتى لو البنت مش موافقة، أو العكس، سواء بقى من صلة قرابة أو صحوبية أو جيرة أو أي سبب اجتماعي ممكن يتسبب إن جوازة تتم غصب عن طرف من الطرفين أو كلاهما، ودي غالبا بتكون أسوأ الأسباب. دكتورة أمل إبراهيم كشفت عن مبادرة جديدة اسمها رخصة القيادة الأسرية، وهدف المبادرة هو تأهيل الشباب والبنات اللي داخلين على جواز، تأهيلهم بتوعية كاملة متكاملة عن طبيعة الحياة الزوجية قبل ما يتنيلوا على عينهم ويتجوزوا. وإضافة للاقتراح ده، المفروض الدولة تشرف على قناعة الزوجين ببعض إشراف كامل متكامل، وما يكونش مجرد كلمتين وخلاص وقت كتب الكتاب. وأتمنى المبادرة بالفعل تدخل حيز التنفيذ وتكون تحت إشراف ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي، أو حتى تكون مسؤولية زيادة على المأذون إنه يقعد مع كلا الطرفين أو هما الاتنين مع بعض ويشوف بنفسه هل هما مقتنعين ببعض أو لا. وأخيرا سيبوا لنا آرائكم في الكومنتات، وفولو لايك وشير وصلع. بقينا عندنا النهارده كام؟ قدامنا على الشاشه موجود قدام عندنا 315 ألف حالة طلاق سنوية. امتى؟ النهارده 300 وكام؟ 315 ألف حالة طلاق سنوية. ده شايفه بسبب ايه؟ بسبب ايه بقى؟ الزوجة، رغم ان انا محامي حر، بشتغل عن الزوجة وبشتغل عن الزوج في المحاكم الشرعية وكلهم بيشاهدوني دلوقتي. تمام. طيب انا النهارده الزوجة شايفة ان هي في ايديها أداة تجيب بها الزوج. انا هضغط عليه بولاده واخدهم لغايه سن ال 15 اللي هو الاب اللي روحه فيه. انا هروح ارفع عليه طلاق للضرر واخد مؤخري ومتعتي وعدتي وكل حقوقي الماليه.